بقول لك ايه؟ انت عارف ان يوم 1 مايو عيد العمال؟ بس يا ترى تعرف هو ليه عيد العمال؟ وتعرف ان 1 مايو يوم عيد العمال ده مش مجرد يوم بس بنحتفل بيه او بناخد فيه اجازة من الشغل؟ ده قصة طويلة جدا وراها حكايات كتير وتاريخ مهم في تاريخ العمال في العالم كله، وأيقونة للنضال والكفاح. ابتدت قصته من أمريكا مرورا بأوروبا، وقبليهم عندنا احنا الفراعنة. استنوا يلا الحكاية كاملة معانا في كلام في الصميم مع أبو تميم، وهنقول لكم زي ما تعودتوا معانا معلومات وقصص وحكايات مش هتسمعوها في أي مكان تاني غير معانا هنا في كلام في الصميم مع أبو تميم. كل اللي طالبينه منكم لايك، كومنت، شير، وتابعونا على صفحتنا، كمان تتابعونا على الانستجرام وقناتنا على اليوتيوب. القصة دي بدأت سنة 1869 لما عدد من عمال مصانع الأحذية والملابس وعمال المناجم في أمريكا قرروا يعملوا تنظيم اسمه فرسان العمل. وكان الهدف من عمل التنظيم ده إن هم يطالبوا بتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، وحددوا يوم 1 مايو عشان يجددوا فيه مطالبهم وطلباتهم بتقليل ساعات العمل وتحسين ظروفهم المادية. سنة 1886 ده كان تاريخ أول وأكبر إضراب عمالي حصل في أمريكا، واليوم ده بالتحديد كان فيه إضراب عدد كبير جدا من العمال على جميع المستويات في أمريكا، وكانوا تقريبا عددهم 5000 عامل، وكانوا بيطالبوا بتحديد عدد ساعات العمل ل8 ساعات، وكمان تحسين ظروفهم المادية ومرتباتهم. وبالفعل في اليوم ده اتحدد عدد ساعات العمل ب8 ساعات، وعدد ساعات الراحة 8 ساعات، وساعات النوم 8 ساعات. ومن اليوم ده اتحول من مجرد يوم عادي كان فيه إضراب ومطالبة ونضال من العمال لرمز لكل العمال في العالم كله. أوروبا بقى خدت نفس الاتجاه وابتدت تنظم في نفس اليوم مظاهرات ومطالبات واحتجاجات للعمال على غرار اللي كان بيحصل في أمريكا. وده خلى الحكومات في أوروبا تحول اليوم ده من يوم طبيعي وشكله عادي جدا ليوم بيكون فيه تكاتف بين الدولة والعمال أقرب لمظاهر الاحتفال باليوم ده. الغريب بقى إن أمريكا نفسها ما بتحتفلش بيوم عيد العمال يوم 1 مايو، وبيخلوه دايما أول يوم 2 من شهر سبتمبر. والسبب في ده يرجع لأن رئيس الولايات المتحدة جروفر كليفلاند كان عنده إصرار إنه ما يربطش التاريخ ده أو اليوم ده بالتحديد بالحركات الاشتراكية اللي تبنت 1 مايو إنه يكون رمز ليهم ولكفاحهم ونضالهم. عشان كده أصر إنه يبعد التوقيت تماما عن 1 مايو عشان يبقى عيد العمال رسميا في أمريكا في شهر سبتمبر، وتتبعها على طول كندا اللي خدت نفس الخطوات اللي عملتها أمريكا. أما في أوروبا الموضوع اختلط بالتقاليد والعادات القديمة زي مهرجانات الربيع مثلا، أو مهرجان بلتان اللي بيتعمل في بريطانيا واللي بيتعمل علشان يحتفلوا بالطبيعة والخصوبة. ولما كترت الحركات العمالية في أوروبا بقي اليوم ده ذات طابع رسمي وأخد صفة رسمية لاحتفال بالعمال والمطالبة والمفارقة الغريبة أن سنة 1933 في ألمانيا تحت قيادة هتلر وافق أن يكون يوم 1 مايو يوم مخصص للاحتفال بعيد العمال. ولكن خد عندك هنا هتحتفل كده وخلاص، تاني يوم قرر هتلر انه يحل كل النقابات العمالية ويستبدلها بكيان خاضع للحزب الخاص بيه علشان يفقد اليوم ده كل معاني النضال والحقوق اللي اساسا اتعمل الاحتفال باليوم ده علشانها، ويبقى مجرد احتفال شكلي مش اكتر. مش سهل هتلر ده. طيب سامعك يا اللي هناك يا اللي بتسأل، طب هو عيد العمال وصل مصر ازاي؟ تعالى هنا. وصل مصر ايه؟ ده هو اساسا يعتبر بدأ من مصر. بس قبل ما نعرف ان الاصل كان في مصر، تعالوا نكمل الحكاية ونشوف. في شهر مايو سنة 1924 في الاسكندرية كان اول احتفال بعيد العمال بمفهومه الحديث.
وده نظموا عدد كبير من العمال وعملوا مظاهرة واحتفال كبير جدا، واستمر الاحتفال بالشكل ده لحد وصول الزعيم جمال عبد الناصر للحكم. ومن ساعتها اليوم ده خد طابع رسمي في الاحتفال بعيد العمال، وكمان بقى أجازة رسمية. والموضوع بقى كل سنة يطلع الرئيس يحتفل بعيد العمال، وطابع رسمي بقى وخطابات رسمية وزيادات وغيره. واستمرت الأمور بالشكل ده سنة ورا سنة ورا سنة. مش هننسى طبعا العلاوة يا ريس. نرجع بقى لأصل موضوعنا ونقول لكم إزاي مصر أصل الحكاية وأصل الموضوع. فكرة تكريم العمال موجودة في مصر من أيام قدماء المصريين. كانوا بيقدروا العمل والشغل بشكل كبير جدا، وكل النقوش الموجودة على جدران المعابد والمقابر بتأكد الكلام ده. وده بيأكد جدا إن الدولة كانت دايما بتقدر العمال وبتكافئهم وبتحطهم في مكانة عالية جدا. في دير المدينة، وهي قرية فرعونية موجودة في الأقصر، ده المكان اللي كان بيتسجل فيه الأجازات الخاصة بالعمال، وكانت بتتسجل على قطعة من الفخار مكتوب فيها سبب الأجازة إذا كان سبب مرضي أو حتى تقديم قرابين للآلهة. وده يوريك إن كان في نظام للأجازات أشبه بالنظام الحالي في قانون العمل. كمان في برديات اتكلمت عن أول ثورة عمالية اتعملت، وكانت في عهد الملك بيب الثاني. عهد الملك رمسيس الثالث اتعمل أول إضراب عمالي موثق، وده كان بسبب تأخير مخصصاتهم المادية أو مرتباتهم بسبب الحروب وعدم وجود عدالة في التوزيع وقتها. كمان العمال في مصر القديمة كانوا مقسمين فرق، وكان كل فرقة بيقودها قائد للعمال. كان الوزير وقتها مسؤول عن توفير الأدوات والتنفيذ، وده كان أشبه بصورة الوزارات الخاصة بالعمل بمفهومها الحديث. كمان في وثائق بتؤكد إن العمال في عهد قدماء المصريين كانوا بياخدوا مستحقاتهم بشكل كامل، وبياخدوا كمان حقوقهم بأكمل وجه. ده كمان غير مشروب البوظة اللي كان مقدر ومقدس جدا عندهم، وكمان كانوا بياخدوا مكافآت من بلح وغيره. ده غير ان كمان في نقوش من عهد الأسرة الرابعة والخامسة توضح تقدير الأعيان والنبلاء لفئة العمال. عهد الملك أمنحتب الأول ابتدت تتكون طبقة من العمال والفنيين المتخصصين، واللي عاشوا في مدينة محاطة سموها دير المدينة، وكانوا بيشتغلوا في مقابر وكانوا عايشين حياة منظمة جدا. يعني باختصار كده كان في نظام متكامل للعمل بمفهومه الحديث الحالي موجود بكل أركانه عند قدمائنا المصريين. طبعا المصريين وربنا ما يقطع لهم عادة دايما بيحبوا يحتفلوا ويخلدوا ذكرى كل حاجة مميزة عندهم بالغنى والفرح. عشان كده غنى فريد الأطرش للعمال أغنية بيقول فيها يا اسطى سيد يا اسطى سيد ارمي الأسى ابني وشيد. كمان أغنية ولادنا والحدود اللي غناها ولحنها سيد مكاوي. كمان الشاعر الكبير صلاح جاهين اللي كتب قصيدة اسمها أبو زعبل على خلفية قصف مصنع أبو زعبل للكيماويات أثناء خروج العمال من المصنع. كمان أغنية دور يا موتور للفنانة ليلى، وأغنية إحنا العمال للفنان محمد رشدي، ونشيد العمال وأغنية بالأحضان للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. مؤخرا وحديثا أغنية هيلا هيلا لفرقة مسار إجباري. في النهاية نحب نوجه رسالة شكر لكل عمال بلدنا الشقيانين والتعبانين والمكافحين. كل سنة وانتم طيبين، وعيد عمال دايما بالخير عليكم وعلى بلدنا، ودايما مصر هي الأولى وهي الأصل وهي السباقة. نشوفكم في حلقات تاني كتير، ونتمنى تكونوا سمعتوا فعلا معلومات مفيدة والأول مرة كالعادة تسمعوها معانا هنا في كلام في صميم أبو تميم. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير، تابعونا عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في حلقات تانية جاية كتير.